مساء الخير يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على على ممارسات أثناء العلاقة الجنسية تخلي العلاقة الجنسية أفضل. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايكات. معاكم ماجدة، مصرية بالخارج، بتكلم في كل حاجة، وعندي قناتين، رجاء شير واشتراك ولايك ودعم للقناة. أوكي. أول حاجة اللي بيحصل ان في ممارسات بتتمارس تخلي العلاقه زي الفل. نعرف بس المراه وسيكولوجيتها ونفسيتها وبتاع. المرأة ما تقدرش تخش في علاقة مع الرجل، 70% من دماغها مشاعر، فما تقدرش تخش في علاقة مع الرجل وفي عركة. كان في عركة من الصبح، فلازم الراجل الغربي ماشي على فلسفة يا ريت نتعلمها منه. أول حاجة سوري، وينهي المشكلة على طول. يقول لها سوري أنا غلطان وبتاع وانتهينا ويقفل. أوكي. يعني يعني الأول تقفل المشكلة وتقول لها أنا آسف وبتاع، علشان علشان مصلحتك. أوكي، عشان تبقى القعدة زي الفل، ما تبقاش قاعدة تأدية واجب وتشوف الوش المعكر. هي 70% من دماغها مشاعر. أوكي. المرأة بقى الحاجات اللي تخلي المرأة يعني تدخل غرفة النوم لوحديها من غير ما تفتح بقها خالص. اوكي. بتحب المدح. المدح والاهتمام. اللي بتقول لك انا طفلة، وانت بقى يعني تعلمني الدنيا تمشي ازاي، والبس ازاي، وابقى نضيفه ازاي بتاع، عشان اهلي ما علمونيش حاجه، وطالعه ابيض يا ورد، ما عنديش اي فكره عن اي حاجه في اي حاجه، فله كده دماغي قشطه. اوكي. طيب ما ينفعش تتعلمي؟ قالت لك انت اللي هتعلمني، انا متكله عليك، فلازم تعلمني. لا عايز تعلمني ابقى نضيفه ابقى نضيف، عايز تعلمني ان انا اهتم بيك اهتم بيا. ابدا انت، وانا انا هكمل ماشي. فلو اديني الاهتمام واديني الكلمه اللي تخليني، الكلمه والنظره، النظره تخليني اسيره، والحضن تخليني عبده. اوكي. الهمس تهمس، يعني تحسسني بالقيمه، وان اللي خلقني ما خلقش غيري، وان انا حاجه ما حصلتش. كل ما تنفخ فيا هتخليني احبك واعشقك. اوكي. لا ليه؟ علشان عايزه اسمع الحاجات دي، لان المراه بتاكل باذنيها. اوكي. طب ينفع نعتمد بقى على على الاماكن اللي فيها بتسيرها is not enough. اوكي. انت هتسيرني وبتاع، لكن ما حلناش المشكله من الجذور. اوكي. طبعا في حاجات المرأة بتعشقها عشقا عميقا، اللي انا قلت عليه، اللي هي التأمل في العين، زي الحاجات اللي بنشوفها في في الافلام، وتخلينا نعشق البطل. وهو البطل لو بتاع الممثل ده لو عاشرته تبقى عايز تحدفه بطوبة، لكن بهرني وعشقته عشان من النظرات بتاعته. فبتحب النظرات، وتحب التأمل في الجسد، وتحب في حاجات بقى اماكن تحبها موت، تحبها زي القبلات، تحب القبلات والقبلة الزوجية تركز فيها. طبعا الاماكن دي عايزه انا روايح. اوكي. فالاهتمام بالروايح الزيوت تخلي العمليه زي الفل. الغرب معتمد على الزيوت والبرفانات، ماشي، ليها دور فظيع في الاثاره. اوكي. طبعا منطقه الرقبه فيها نهايات عصبيه. الاسبان بيفضلوا يعضعضوا في في جسم المراه. اوكي. علشان زي يشيلوا شهوتها. اوكي. فما فيش حاجه اسمها الست بارده. في فرق ان ست كيف اثير المراه. اوكي. عايزه شغل ماشي. بعد كده عندها طبعا الايه ال عندها منطقه الصدر بيتفرز حاجه اسمها هرمون البروجسترون، الهرمون اللي هو الدفء، اللي هي العلاقة بين الطفل وأمه والحاجات دي. فهي بتحب الحتة دي موت، اللي هي الحلمات والتأمل فيها والمداعبة فيها والتقام الثدي والحاجات دي، الصدر بالكامل. أوكي. بتحب اللي يحط إيده على كتفها ال اسمها التلامسات، اللي هي حط الإيد على الكتف دعك الظهر. اوكي. اللي تحب التلامسات، وتحب اللي يحط ايده في وسطها، واللي يعمل فانتاسم وهي واقفه يفاجئها، تحب المفاجآت. اوكي. عندها طبعا منطقه الجي سبوت في بدايه المهبل على بعد 3 سنتي من فتحه المهبل في الجهه الاماميه. دي ممكن تخليها في ملك تاني
بايه؟ بالاصبع. طبعا الفيديو جريء جدا، وايه علشان نسبة الطلاق في العالم كله سببها الايه؟ العلاقة الجنسية. نمبر 1 فشل في العلاقة الجنسية، وانا بتكلم بوضوح علشان نحل. اوكي. طبعا مش انا بس اللي جريئة، عندنا هبة قطب بقى ايه بتطلع على التلفزيون تقول الايه يعني، بتتكلم بجرأة برضو، بس انا مش متابعة حد الحقيقة يعني. بسمع انها جريئة، مرة شفتها وبس ايه يعني ايه، في حاجات بتقولها مش مظبوطة ماشي. فانا مش طالعة عيب في الناس. المهم فايه، المكان ده ايه، المرأة بتخلف كذا مرة بيحصل حاجة اسمها ارتخاء للعضلات بتاعة المهبل، فالمكان بيوسع، ما يوسع مش هتقدر توصل بالعضو للجي سبوت علشان المكان واسع. اوكي. بس ممكن تتلامس معاه بالقضيب عن طريق ما تكون ما خلفتش خالص، اول ما تخلف العضلات تقوم مرتخيه والمهبل يوسع، وما يوسع ما بتعرفش توصل، فعن طريق الاصبع بتعرف توصل لها، دي تخليها ايه يعني تعبادك. اوكي. طبعا ايه منطقه الجي سبوت، دي منطقه الجي سبوت، منطقه البذر فيها 8000 نهايه عصبيه، والنهايات العصبيه بتعمل ايه؟ النهايات العصبيه هي ايه؟ مركز الاحساس والمتعه، والمراه ما تقدرش توصل للاورجازم عن طريق العلاقه الكامله، علشان المراه العربيه باديه الجنس عن طريق العاده السريه فتره طويله، فما تقدرش توصل للاورجازم الا عن طريق المداعبه في المنطقه دي مع المداعبه الكامله، وفي نفس التوقيت في وقت الجماع المداعبه فيها تخلي المراه توصل للاورجازم وتحبك، والمهبل يبقى ايه؟ رطب وايه، وممتع للطرفين. ونشوفكم بخير ان شاء الله.